الكارثة اللي صارت الأسبوع الماضي، الزلزال الكبير اللي ضرب تركيا وسوريا وحصوا فيه سكان لبنان، خلى الناس كلها تتربط إيديها. أنا واحدة من الأشخاص اللي ما بقى أعرف كيف بدي أكمل حياتي، كيف بدي أتخطى هذا الشيء اللي صار. كل ما بفتح الأخبار أو كل ما بفتح شي فيديو بشوف هالناس اللي بعدها تحت الردم، هالولاد، هالأمهات، هالآباء، الكبار بالعمر، شيء بيحرق القلب. الله يصبر قلب كل أم وأب فقدوا ولادهم وكل ولد فقد أهله، وإن شاء الله يا رب ما بقى منشوف مثل هالأيام. هذا أول فيديو أنا بصوره بعد هاي الكارثة، لأنه عن جد كل هالفترة ما كان إلي نفس أبدا أبدا، لا إني حتى أعمل أكل، مش إني أصور، ما كان إلي نفس إني أعمل أكل. فيلا نشوف وصفة اليوم. اليوم عم بحضر المسحب على الطريقة السورية، فروج مسحب على الطريقة السورية. عندي كيلو ونص من الفروج، غسلته ونظفته. انا بنظف وبغسل الفروج، اذا انتو او اذا في حدا ما بغسل هذا الشيء بيرجع للشخص. انا بغسله وبفركه اكيد بالحامض وبالخل وبالطحين. هلا بيقولوا انه بتنتشر سالمونيلا وما بعرف من هالحكي. ما هو طبيعي الواحد لما بده ينظف الدجاج بده ينظف على مجلة تكون فاضية، يعني احنا ما رح نجي نغسل الفروج على المجلة وهو في جلي، فنحن بننظف والمجلة فاضية. وبعد ما نخلص اجباري بدنا ننظفها للمجلة من ورانا من بعد زفرة وزنخة الدجاج، فطبيعي بدنا نحط كلور او اوداكس وبدنا ننظفها بالمي السخنة. فانا بعتقد انا من وجهة نظري انه انا نظفت الفروج منيح ونظفت من بعده المجلة، فما خليت في مجال انه يكون في سالمونيلا. ما بتحبوا تنظفوا الفروج مثل ما بدكم. بعد ما نظفته اكيد هيك وعملت له شقشقته بالسكينة، حطيته على جنب. هون بلشت حضر التتبيلة. عندي ملعقتين من معجون البندورة، زدت لهم ربع فنجان الشاي زيت نباتي، قدهم خل ابيض، يعني كمان ربع فنجان شاي خل ابيض. بدي زيت ملعقه صغيره ملانه دبس الفليفله. وهون عندي البهارات، عندي ملعقه صغيره ممسوحه كزبره يابسه، نص ملعقه هيل مطحون، نص ملعقه صغيره هيل مطحون، ربع ملعقه فلفل اسود، ونص ملعقه صغيره بابريكا، وملعقه صغيره ملانه ملح. الملح انتم قد ما بتحبوا فيكم تزيدوا، انا ما بكتر ملح بالاكل لانه عندي اولاد صغار فالملح منه صحي. دايما الاكل اللي بعمله ملحه بكون خفيف. فهلا ملعقه صغيره ملانه الملح يعني خفيف، بدكم تزيدوا اكتر زيدوا. خلطتهم. هون كان مطلوب اني زيد كمان حبه ثوم، نسيت بعدين رجعت زدتها، فانتوا زيدوا من هلا حبه او حبتين ثوم. بفرك الفروج كتير منيح بهاي التتبيلة بحيث انه غطي الفروج كله من جوا ومن برا بهاي التتبيلة. وهلا بدي اتركه هيك ينتقع مدة اقل شي 4 ساعات، واذا بنحضره قبل بليل بيكون احسن واطيب، تطلع طعمته اطيب. فهلا بدي غطيه واتركه بالبراد بدي طويلة لحتى ينتقع ونحصل على طعمة اطيب. ولا حتقولي لي ليه ما غيرت الجات وحطيت الفروج بجات انضف؟ انا هاي التتبيله كلها بدي اياها، يعني ما بدي ولا نقطه تروح من هاي التتبيله، خليته بنفس الجات لان بعدين بدي احط شويه مي والتتبيله كلها طلعها وحطها بالصينيه. يعني انا ما رح غير الجات واخسر شيء من التتبيله. هلا هون بعد ما نقعته اكيد وقت طويل بالبراد بدنا نحط الفروج مع الخضره بالصينيه. قطعت الخضره اللي عندي بطاطا، جزر، عندي بصله، والفطر، قطعتهم بهذا الشكل اللي عم بتشوفوه. ما تكبروا القطعة لحتى تستوي الخضرة بشكل منيح. أي نوع خضرة تاني بتحبوا تزيدوه أكيد بتقدروا، فيكم تزيدوا بازلاء مثلا، أي شيء أنتم بتحبوه فيكم تزيدوه. هلا وزعت الخضرة هيك بالصينية اللي بدي فوتها على الفرن. خليت مجال أكيد للفروج نحطه بالنص. هذا الفروج من بعد ما نقعته بالبراد هيك وقت طويل، أنا تقريبا حطيته شي 6 ساعات، يعني نقعته من الصبح والظهر حطيته بالفرن. مثل ما قلت لكم كنت ناسي يزيد بالتتبيله حبه ثوم، زدتها هلا. رجعت هيك فركت منيح الفروج لحتى كمان حبه الثوم تتوزع على كل الدجاجه اللي عنا. حطيتها هيك بالنص مثل ما عم بتشوفوا. هيدا الجاط نفسه شفتوه حطيت بنص كبايه مي لحتى التتبيله كلها تطلع. التتبيله هاي كلها بدي اياها، ما بدي ولا شيء منها يروح. رجعت حسيت انه المي تاعيتها قليله، بدي شوي زياده بعد مي لحتى الخضرة تستوي، فزدت بعد نص كباية مي، يعني مجموع المي كباية واحدة. هون عم زيد البهارات الصحيحة. حطيت كم حبة هيل، عود قرفة كسرته وحطيته، وكم ورقة غار، وهيك صارت الصينية جاهزة لحتى تفوت على الفرن. غطيتها بالأول بورقة زبدة، بغسل ورقة الزبدة بالمي وبغطيها، وبرجع بغلفها مزبوط بورق الألمنيوم. بدي أسكرها منيح للصينية لحتى الفروج هيدا يطلع ميته ويطلع مرقة منيح بالأكلة، وكمان بيستوي بشكل أحسن لأنه أنا ما كترت مي، حطيت بس كباية مي واحدة فكمية المي كانت قليلة.
هيك بعد ما حطيته بالفرن مدة ساعة ونص على درجة حرارة 200 والفرن شال عندي من فوق ومن تحت، استوى الفروج. طلعته كشفت عليه سقيته بنفس المي نزلت منه من مرقته يعني. هون عم فرجيكم البطاطا قديش مستوية، كل الخضرة استوت، البطاطا والفطر والفروج مستوي بشكل كتير كتير منيح. برجع بحطه بالفرن تقريبا مدة 5 دقايق وبولع الشواية لحتى ياخد هذا اللون الأحمر الحلو. وهيك بعد ما طلعته من الفرن صار جاهز. بدي أحطه بصحن التقديم. وعن جد أكلي كتير 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 طيبة، بنصحكم تجربوها لأن ولا أطيب من هيك. نكهة هيدا الفروج مع البهارات والمرقة اللي فيه والخضرة شي رائع. بنقدم حدا أكيد الثوم، هيك بنغمس الدجاج مع المرقة اللي هي فيها، المرقة اللي طبخنا فيها الدجاج والبطاطا وهيك، وبنغمسها بالثوم وكلوا ولا أطيب من هيك. بس حابة أخبركم على السريع أنا كيف تعرفت على هاي الأكلة. أنا من تقريبا شي 3-4 سنين رحت على مطعم عربي، أكيد أنا ساكنة بالسويد. فبهيدا المطعم كان مكتوب على المنيو إنه في أكلة اسمها فروج مسحب. أنا وجوزي فكرنا إنه هاي الأكلة هي فروج مسحب منها العظم وفروج بشوي على الفحم. تحمسنا وقلنا يلا تعال نطلب هذا الفروج. انصدمنا لما اجى الفروج بهذا الشكل بقلبه مرقه وخضره. فلما دقناه عن جد تفاجأنا قديش هو طيب طيب طيب، ولا أطيب من هيك، كتير كتير طيب. هيدي القصة هيك على السريع كيف أنا تعرفت على هيدي الأكلة. من وقتها صرت أعملها بالبيت، رائعة. جربوا الفروج المسحب، عن جد أنا مأكدة إنه حيعجبكم كتير. هون عم فرجيكم قديش الخضرة مستوية وقديش الفروج فارط، عن جد عن جد رائع. هذه كانت وصفتنا لليوم، بشوفكم بفيديو جديد، باي.